السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة شوية من الحاجة مع إيمان. اليوم غادي نتشارك معكم واحد الوصفة اللي ما معروفاش بزاف وقليل اللي كيديرها واللي كيجي زويون واللي هو المفروق. كما غتشوفوا معايا في الفيديو غادي نقدم لكم هذه المرة الوصفة الأصلية، وإن شاء الله مرة أخرى دابا ندير لكم شي فيديو بطريقة عصرية ومزيان ومعمر. إلا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقة بقوا معايا حتى لاخر الفيديو. في المقادير غادي نحتاجو 300 غرام ديال الفورص، 150 غرام ديال الزرع، معلقه صغيره ديال سكر سنيده، معلقه صغيره ديال سكر الفاني، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال الزبده بحراره المطبخ، معلقه صغيره ديال الملحه، و250 ملل ديال الحليب دافئ ولا كنا تستغناو عليه ونعوضوه بالماء. غادي ناخدو الفورص والزرع ونغربلوهم، من بعد غادي نزيدو عليهم سكر سنيده والسكر الفاني وخميره الخبز، عاد نبقاو نزيدو الحليب غير بشويه حتى تجمع لينا العجين. بالنسبه للحليب فكيبقى على حسب نوعيه ديال الفورص، الا كان الفورص من النوع الجيد فداك القياس هو اللي غيكفيكم، الا ما كانش يشرب ضيق غتزيد واحد الكميه اخرى من الحليب. ودابا غادي نزيدو الملحه وحنا مازال مستمرين في جميع العجينه. وفي الاخير غادي نزيدو الزبده ونحاولوا ندمجوها مزيان مع العجينه. بمجرد ما تجمع لينا العجينه غادي ندهنوها بالزيت النباتيه ونحاولوا نشكلوا من 8 حتى ل 10 كويرات، ومن بعد غادي نعاودوا ندهنوهم شويه بالزيت ونخليهم يرتاحوا لمده 20 دقيقه. وهنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه فغادي ناخدو كل كره بوحدها، غادي ناخدو وحده ونمددوها بشويه الزيت النباتيه، من بعد غادي نرشوها بشويه الزبده اللي مذوبينها ونديروها على شكل مربع ونخليوها على جنب. غادي ناخدو كره ثانيه وحتى نمددوها بشويه ديال الزيت النباتيه ونرشوها بالزبده، وناخدو داك المربع ديال العجينه الاولانيه ونديرو في وسطها ونسدو عليها كما غادي تشوفوا في الفيديو. المهم ما نطولش عليكم بالهضره بزاف، نخليكم مع هاد اللقطات.
من بعد ما كنساليو الكميه كلها ديال الكويرات ديال العجينه، فكنخليوها ترتاح للمره الثانيه لمده 15 دقيقه. ودابا وصلنا للمرحله الاخيره. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه فغادي ناخذ شي طاوه اللي تدخل الفران وندهنوها بالزيت النباتيه، ونحاولوا نمددوا العجينه ديالتنا مزيان على ديك الطاوه واللي غتاخذ لينا شويه ديال الجهد حيت تكون شويه ثقيله. من بعد ما كنمددوها غادي ندهنوها بالزبده من الفوق وندخلها الفران اللي يكونوا مسخنين على 180 درجه. وبالنسبه للطاي فكتاخذ بين 20 حتى 25 دقيقه. وما نساوش نبقاو نقابلوها مره بحال الشكل ديال الخبز العادي. وهذا هو الشكل النهائي ديال المفروق. هنا زينته بالزبده والعسل دايبين. يمكن لكم تزينوا بالسكر كلاصي ولا باللوز، كيبقى تزيين اختياري. كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وما تنساوش اللي جربتها تخليلي في التعليق كي جاتها. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد وبسلام عليكم.